السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم مختلف بقى مع أختي آية أمين، صاحبة قناة آية أمين. طبعا اللوجو بتاعها موجود واسمها موجود. النهاردة قلنا احنا الاتنين نعمل يوم كده فلوجة خروج، يعني زي ما تقولوا عملنا أكل جميل من أكلنا المصري، وعملنا حلويات جميلة قوي. هنوريكم عملنا ايه، خليكم معايا. الأول بقى بسم الله كده. آية طبعا هي اللي قامت بكل الأكل الحادق، من بقى الشوي الفراخ والكفتة والحاجات الجميلة بتاعتها. هنقول سريعا كده الوصفات والحاجة اللي اتعملت، وإن شاء الله هنعمل فيديوهات كده مفصلة بالوصفات والحاجات دي. طبعا أنا عاوزة أقول لكم، شايفين الشكل وشامين الريحة أكيد طالعة من الفيديو. مش معنى ان الدنيا حر بقى ان احنا نقعد كده جنب المراوح ونقول لا ما نخرجش. لا، بالرغم ان الجو كان حر فعلا، لكن احنا خرجنا ورحنا مكان جميل وعملنا اكل جميل واستمتعنا وانبسطنا. خرجوا ولادكم يا جماعة، اعملوا اي حاجات بسيطة كده تغير بس جو وتعمل مود غير المود اللي هم فيه. الدراسة داخلة، كل عام وانتم بخير، ولازم يفصلوا عن المذاكرة وعن جو المدارس وعن الكتب بقى والحاجات دي، عشان ياخدوا طاقة للسنة الجديدة ان شاء الله. ده الحلو بتاع الجلاش. هنشوف مع بعض بسرعة كده وسريعا ايه اللي تم فيه. شايفين ما شاء الله مورق وجميل وحاجة في منتهى الجمال. خليكم معايا. هنبدأ بقى بسم الله. هي آية جابت الطماطم والفلفل والبصل والثوم والحلة الجميلة بتاعتها أو البوت الجميل بتاعها، وضربتهم في الخلاط وحطيت عليهم بهارات. هكتبها لكم في صندوق الوصف. حطيت طبعا كمان عليها زبادي، عشان الزبادي بيطري الفراخ المشوية وبيخليها جميلة قوي جوسي حتى بعد ما تستوي. هنا بقى الفراخ طبعا شايفينها متشرحة متشققة علشان التتبيلة تدخل فيها كلها. سايبين الجلد عشان في ناس بتقول احنا بنشوي من غير جلد، بس لا يا جماعة، خلي الجلد موجود. وهنحطها في التتبيلة دي ونخلي التتبيلة تاخد كل جزء فيها، وهتتنقع من بالليل للصبح. كان كمان للعصر تاني يوم، على ما ولعنا بقى الفحم الجميل. هو يعني تعبنا شوية وعصلك معانا شوية، لكن اهو اشتغل الحمد لله في النهاية. جينا هنا بقى حطينا الفراخ انها تتشوي. هنا ما شاء الله التتبيلة فيها طول الليل مع الخل والليمون والتوابل اللي فيها، ما خدتش وقت في السوا خالص. اتحطت على الشواية واتقفلت، وسبناها مع نفسها كده بالراحة خالص على نار هادية علشان تستوي حلوة قوي. وهي ما شاء الله كانت جميلة، والتتبيلة كانت ريحتها خطيرة. تسلم ايدك يا ايه. سيبناها بقى على الفحم كده براحتها. شايفين الفحم مولع تحت، وسيبناها بقى براحتها خالص. هنا ايه برضو كتر خيرها وتسلم ايديها يا رب، عملت لنا سلطة الخيار بالزبادي. الثوم والخيار والزبادي الجميل والتوابل الجميلة بتاعتها، ملح وكمون وفلفل. بس كده بس كده. عصرة ليمونة بقى ممكن اللي بيحبها انها تبقى مززة شوية، بس هي عامة كده من غير الليمون كانت طعمها رائع جدا. وطبعا مناسبة جدا للمشويات اللي كانت عاملاها. هنا ما شاء الله تصبيع كفتة. ودايما بتحصل موقف بتبقى ظريفة، لكن بتعدي وبتبقى جميلة بصراحة، وهنشوفها بعد كده جميلة. هي بتصبع الكفتة بمية بصل ومية طماطم، لكن احنا ما لقيناش هنا اسياخ كفاية في المكان اللي كنا فيه. فاحنا اضطرينا ان احنا نحط شوية اسياخ على الكفتة تستوي. وبعد ما استوت فضيناها ورحنا غسلينها ورحنا حاطين فيها تاني وسويناها تاني. يعني عملناها مرتين وكانت جميلة جدا بصراحة، وطعمها رائع. وما سابتش من على السيخ، ما سابتش من على السيخ يا جماعه. اول لما نحط الكفته بتاعه الحاتي دي او كفته على الاسياخ على النار، اول لما نحطها بنسيبها مثلا 3 4 ثواني بتاخد تشميعه، اروح قلب السيخ على طول الناحيه التانية. وده بيخليها تمسك عليه وتتشمع زي ما بيقولوا، وما تسيبش السيخ خالص، وتستوي بطريقه جميله جدا. ده كانت تاني مرة بعد ما شلنا بقى المرة الأولانية، وحطينا التاني مرة وسبناها بقى على الفحم الجميل كده. بعد ما الفراخ كانت ما شاء الله استوت وكانت بالمنظر الجميل اللي قدامكم ده. في نفس الوقت بقى اللي كانت فيه الفراخ بتستوي وكانت الكفتة كمان بتستوي، يعني احنا بندي الفراخ كده انها استوت وبنطلعها وبنحط كفتة تستوي ونرجع الفراخ تاني تتسخن. ففي التوقيت دوت بقى قلنا نعمل الرز. فهنا بسم الله الرحمن الرحيم بقى السمنه البلدي الجميله بتاعتنا الحلوه دي، عشان الناس اللي بتقول الرز البسمتي ما ينفعش الا لازم زيت، لا اتعمل بسمنه بلدي يا جماعه، وكان طعمه جميل جدا. وبيديله غنى كده، يعني طعم احلى كمان من الزيت بكتير جدا. طبعا هي اللي بتقطع البصل، بس انا اللي حطيت السمنه، خلي بالكم. لما قطعنا بقى البصل وبعدين بيتحمر، او ان انا اقلبه شويه بس كده يسخن مش اكتر. احنا لا عاوزينه يحمر ولا عاوزينه يغمق ولا اي حاجه. انا مجرد ان انا بديله انه يسخن في قلب السمنه بس.
وبعد كده اتحطت التوابل، توابل كبسة، كركم، اللومي، ورق لورا، زي ما انتوا شايفين. برضو هكتبها لكم في صندوق الوصف اللي هو التوابل دي بالظبط. شايفين انا بس بدي تحميصه للتوابل. كل ما بتحمصي التوابل تحميصه بسيطه قبل ما بتحطي الرز بيديلها ريحه جميله جدا. وريحه التوابل بقى تطلع كده معاكي، بتبقى طعم كمان حلو قوي ان التوابل تبقى متحمصه، مش ان هي تكون محطوطه كده وخلاص. الرز اتحط، الرز مغسول مش منقوع خالص، يعني اتغسل وراح محطوط على طول، عشان ما نقولش ننقع 4 ساعات و5 ساعات والقصة دي ابدا. انا بغسله وبنروح حاطينه في الحلة على طول. بياخد بقى تشويحة كده مع البهارات مع الحاجة، وما تطلع ريحته كده تمام بنحط المية. المية قد الرز. شوفي معيار المية ايه، روحي حاطة الرز، روحي حاطة قدامه معيار المية، وكده تمام قوي عندنا. ظبطنا الملح وخلاص قفلنا عليه وسيبناه بقى براحته خالص على ما نروح نشوف بقية الشوي حصل فيه ايه. لقينا كله تمام ورجعنا سخنا الفراخ تاني. وهنا بقى مرحلة الغرف ولم العيلة، واللهم بارك يعني في اللي موجود، اللهم بارك في الأكل كان موجود، يعني كفى وفاض، وكان وقت جميل جدا جدا. اعملوا كده يا جماعة، ما تقعدوش بصراحة، بتفرق نفسيا، بتفرق في كل حاجة، وهتفرق مع ولادكم جدا. لأنه يوم مش شرط ان انت تخرجي وتروحي أماكن بعيدة، لا، حتى لو اتجمعنا كده على طول خلاص. ادي السلطه الجميله طبعا ملحناها وحطينا الليمون، وادي الغرف الجميل. ايه بقى هي اللي قامت بكل حاجه بصراحه بتاعه الغرف دي، ربنا يبارك فيها يا رب. والكفته الجميله والفراخ الجميله، واتجمعنا كلنا مع المشروب بقى اللي احنا عايزينه وسلطه الزبادي، وكان يوم رائع. ايه هي اللي تولد بصراحه كل حاجه في المشويات والتتبيله والحاجات دي، ربنا يبارك فيها يا رب ويحفظها. وطبعا بعد الأكلة الجميلة دوت والحمد لله، واليوم الجميل دوت، والفراخ مستوية وجميلة ازاي من جوه ما شاء الله، وجوسي جدا، والكفتة اللهم بارك. الأكل كان جميل جدا جدا، تسلم ايديها طبعا. فطبعا احنا ما ينفعش نعدي اليوم دوت من غير الحلويات، فقلنا نعمل حاجة حلوة. قبل ما نعمل الحلويات وثقنا لحظة الشوي اللي قدامكم، الجمال دوت اللي قدامكم. جينا بقى على الحلو، عملنا جلاش بصوص البيستاشيو او صوص الفستق او كريمة الفستق. وطبعا ديت يعني معمولة في البيت، مش شاريينها ولا اي حاجة، وحاجة طبيعية في منتهى الجمال. هعمل لكم بيها فيديو مفصل ان شاء الله، لانها بامانة تستحق التجربة، ومش مكلفة خالص زي اللي احنا بنجيبها من بره. هنا بقى دهنا الصينية سمنة بلدي، وحطينا الجلاش. بنحط كل طبقتين وبعدين ندهنهم يا جماعة، يعني مش بندهن طبقة طبقة، لا، احنا بنحط كل طبقتين من الجلاش وبعدين ندهنه. وبعدين لما بنوصل لنص الجلاش بقى او لفة الجلاش، بنحط الحشو بتاعنا ايا كان. طبعا هتقولي بقى العدد انت عارفاه بالويم كده، ممكن تعدهم. انا بصراحة عديتهم، والجلاش ما شاء الله كان فريش وجميل جدا، فانا عديتهم كام واحدة، كام ورقة، عشان احط الحشوة في النص بالظبط. او لو مش حابة تحطي الحشوة في النص بالظبط، خلي الطبقات اللي تحت اكتر من الطبقات اللي فوق بقى. هنا بعد ما حطينا نص ورق الجلاش، بندي دهنة خفيفة كده، وبعدين بدأت احط صوص البيستاشيو او صوص الفستق. وصوص الفستق ده لونه مش اخضر قوي يا جماعة، عشان ما لهوش لون زي اللي بيجي من بره. ده فستق مع مكونات جميلة متوفرة، وهيبقى ارخص بكتير من اللي بتجيبوه من بره. وان شاء الله ده هعمل لكم بيه فيديو مفصل، عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو ده. بعد ما حطيناها بقى ونفردها كده كتير، بس ما نجيبهاش على الحواف، يعني افردي زي ما انت عاوزه، لكن على الحواف لا. ودول كانوا شويه فستق يعني فايدين، فانا طبعا فرمتهم فرم مبرح في الكبه فعملتهم كده عشان احطهم يدوا طعم. وبعدين كل طبقتين تانيين بنحط عليها الزبده برضو. بعد ما بنخلص كل الطبقات، ما دهنش اخر طبقه بقى، يعني ما دهنش الوش خالص الا لما اقطعه، علشان لو دهنتيه تبص تلاقيه اللي انت بتقطعي بيها راحه جايه كده، مش هتعرفي تقطعيها كويس. قطعيها بقى مثلثات، مربعات، زي ما انت عايزه. احنا قطعناها مربعات. وطبعا شايفين ما شاء الله، لو في اي زوايد بقى في الجنب طلعت ولا حاجه، دخليها تحت الجلاش. برضو هبقى لكم الطريقه بالتفصيل ان شاء الله. هعمل لكم جلاش تاني بطريقه تانية، وهتشوفوها مختلفه عن دي شويه.
بندهن بقى زي ما انت عايزه ادهني. الحلويات يا جماعه بتحب السمنه الكتير، خاصه لو سمنه بلدي حطي كتير، وبعد كده ابقي صفيها قبل لما تسقيها شربات براحتك لو انت حسيتي ان هي كتير. شايفين الجمال؟ تدخل الفرن على طول، تدخل الفرن على فوق يعني متوسط الحرارة، من تحت بس، وهي من فوق بتتحمر على طول. بتطلع وهي سخنة بتتسقي شربات بارد مش من التلاجة بس ساقع بدرجة حرارة المطبخ. والشربات السكر قد المية، وانا بغليهم ما بيكملوش 5 دقايق 7 دقايق. عصرة ليمونة وهنقفل عليه وخلاص كده تمام قوي معايا. بس ما بنسقاش كتير لان طبعا اللي هو صوص الفستق بيبقى مسكر. هنا بقى كانت سخنة قوي، جيت افتح اول حتة ما عرفتش، لكن بعد كده الحتة التانية طلعتها ما شاء الله كانت جميلة جدا. وطبعا اول قطعة من نصيب آية انها تاخد تدوق الاول ونشوف السكر حلو ولا ايه. وبألف هنا وشفا يا رب. عجبها وعجب كل اللي موجودين الحمد لله. وكانت بصراحة يوم بيفرق ويوم جميل جدا. وشكرا لاستضافتها وشكرا لليوم الجميل دوت، وان شاء الله يتكرر. وبرجع اقول لكم لازم تخرجوا يا جماعة، ما تخلوكوش قاعدين في البيت، الجو حر، الجو حر بره والجو حر في البيت والجو حر في كل مكان. بس نغير المود بتاعنا خالص. اشوفكم دايما يا رب على الف خير، ودمتم دايما بألف خير.